يا صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم مبارك عليكم الشهر، اللهم امين. وانتوا وسط حبايبكم وصحابكم. باذن الله السنة الجاية اكون مع اهلي واقضي رمضان مع امي. ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويجعل رمضان كله خير وقدم الخير والسعادة عليها وعليكم، اللهم امين. هنا كان اول يوم سحور، فانا بدأت اعمل روتين بقى في الشقة عشان اصحى تاني يوم كده براحتي، مروقة كده ومزاجي حلو. واللهم صل على النبي، يبقى على قد الفطار بس. وانا عادة يعني في العادي حتى من غير رمضان بحب قوي شغل بتاع بالليل، يعني بحب اعمل روتينات بالليل كتير قوي. فهنا طبعا الروتين اللي فات انا كنت غسله الشوزات عزكم الله كلها في الغساله، فنزلت وبره ونزلت حاجات كتير قوي. فرحت اعمل الدوره بتاعه الغساله، بعمل بيكربونات الصوديوم وبحط عليها خل وبس، وبغسل الفلاتر بره الاول. يعني حاليا لميت كل الفلاتر، هما 2 شلتهم من الغساله، وببدا اغسلهم بقى بشويه كولريكس، بشويه فانيش، مسحوق بودره، ايا كان الموجود، بفرشه كده. وبدعك القماش ده اللي هو القماش بتاع الفلتر اللي هو المخرم ده اللي شبه الشبكه كده، وبدعك دي كمان كده بالفرشه، وبخليها زي الفل، بخليها حرفيا بتبرق كده، بتبرق. وانا غسله والتانية يعني مثلا غسلتين واشيل الفلتر اغسله، غسلتين واشيل الفلتر اغسله. اما الدوره بتاعه الخل والبيكربونات الصوديوم في العادي بعملها كل شهر، بس وقت الشوزات لازم اعملها بعد الشوزات على طول. لكن في الايام العاديه كل غسلتين بشيل الفلتر اغسله، وكل شهر بعمل دوره للغساله. انا عندي برنامج في الغساله بتاع تنظيف الحوض، لو انتي ما عندكيش البرنامج ده بعملها على البرنامج اللي هو بيجيب المياه السخنه، بيخليه زي الفل، بيخلي الغساله زي الفل. هنا بقى فتحت كل الفلاتر وشلت منها كل الوبر اللي كانت فيها. وهنا دي خلطه انا عاملاها، اللي انا عاملاها للغساله، باخد منها شويه في علبه بحطهم هنا تحت الحوض، بينفعوني بقى في غسيل الحوض. الفوطه كده اتوسخت على ايدي بسرعه، حاجه شبه الفلاتر كده باخدها اغسلها على الحوض هنا، وهكذا. هنا بقى خلاص غسلتهم وخليتهم زي الفل وركبتهم تاني، ويلا ناخدهم نروح نحطهم في الغساله. ده الروتين ده كان يوم الحد بالليل. الروتين ده هينزل لكم الصبح، يعني هينزل لكم. انا حاليا اصلا بعمل مونتاج الساعه 7 الصبح، هو هينزل على الساعه 3 ان شاء الله. نعيشنا وكان لينا عمر، اول يوم رمضان. هنا بقى بدات كنت بعمل ايه، بشوف الفلتر انهي اللي هيتركب الاول. هنا ده الفلتر الكبير وقصاده الفلتر الصغير، بس ركبته. هنا لقيت في حته وبره جوه الفلتر، قلت اشيلها بالمره، ومديت ايدي تاني عشان لو في حاجه ما لقيتش. تمام، هركب بقى الفلتر الصغير وابدا اشغل الغسالة. بس الاول ما حطيتش خل، انا هنا حطيت بيكربونات الصوديوم بس. هحط خل ابيض عادي من اللي احنا بنستخدمه للاكل، او حتى بتاعه الخل اهي، هيديني فوران رهيب دلوقتي. حطيت شويه محترمين بصراحه، انا كنت غاسله الشوزات بقى، فاللي هو لازم نظافه يعني. عايزه اقول لكم ان الحله الاستانلس دي هتنور دلوقتي، هتنور وتلعلط كده من النظافه. كمان البيكربونات الصوديوم يعني مش عارفه اقولها ازاي بيسلك الخراطيم بتاعه الغساله وكده. هنا بقى دخلت على غرفه النوم، انا كنت بره، فدي هدومي اللي انا قلعتها والشنطه. هبدا الاوضه دي هتتلم في لحظه، احنا لسه عاملين فيها روتين جامد اصلا، فهي مش متسخه كتير يعني. بس مطرح ما انا غيرت وكده. بصوا ايوه، يا لهوي يا لهوي على السرعه، انا نفسي حياتي تبقى بالسرعه دي. تعملي كده بايدك كل حاجه تبقى زي الفل. هنا خلاص غيرت فرش السرير ولمعت الاوضه كلها، وهبدا بقى اجيب المكنسه وشفط اي حاجه بقى. يعني انا بسرح شعري، في شعري بيقع مطرح الكرسي بتاع التسريحه هنا. هنا كنت بتشكل مع سلك المكنسه والله. هنا بقى هبدا اشفط السجاده مطرح ما انا مثلا بدخل بخرج كده، واللهم صل على النبي. ولو في بقى مثلا شعريه واقعه، عفرايه واقعه، مش عارفه ايه كده، يبقى كل حاجه تتشفط بسرعه يعني. ما خدتش اصلا معايا وقت، 5 دقايق كانت الاوضه دي زي الفل
الشقه كلها عموما ما بتاخدش معايا وقت، لان انا طول الوقت ايدي فيها، فما تلاقوش عندي حاجه متراكمه لدرجه ان هي تاخد معايا وقت كبير قوي عشان اقعد انضفها. فاهمين؟ انا بصراحه النهارده كنت هنزل لكم فيديو حالة سهل وسريع وبسيط قوي، وينفع كمان نوع من انواع حلويات رمضان، بس هأجله لبكرة وهنزل لكم الفيديو ده. عشنا وكلينا عمر، ده معطر بتاع مفروشات وسجاد وحاجات من دي، لسه شارياه، فقلت خلاص بالمرة نعطر كده ونهيئ الجو ونخليه فريش كده، نخلي الحياة فريش يا ولاد. بحطه بقى على المفروشات والسجاد والستاير والكنب والمخدات كده، بيخلي ريحة الأوضة بصراحة حلوة قوي. انا كنت هبخر بس قلت خلاص نخلي البخور الصبح ونرش معطر كده بالليل ونقفل الأوضة لحد ما نيجي ننام. عايزه اقول لكم دلوقتي اصلا الساعه 7 او 7 وشويه ولسه والله ما نمت، مش عارفه انام امتى واصحى امتى اصلا. بصوا بقى، بصوا بقى اللي حط برفان وقلب لي الازازه عكسها بقى، حط وشها مطرح او قفاها، حركه مستفزه، لازم كل حاجه تحط في مكانها. المهم هنا دخلت الاوضه هنا عند الانتريه، ما كانش برضو متوسخ قوي، بس المخدات ما كانتش مظبوطه، فقلت خلاص نظبط المخدات. شلت طبعا كل حاجه ونفضتها وظبطت المخدات تاني. بصوا فله، وشدت الستاره وشلت السجاجيد الصغيره دي اللي هي المشايات، وهبدا برضو اشفط اي حاجه بالمكنسه، لان احنا قاعدين في الاوضه دي طول الوقت، يعني الاوضه بتاعه النوم للنوم بس، يعني بنقوم من النوم نخرج منها على طول، بفتح الشباك ونخرج منها. النهارده صحيت من النوم الساعه 8، صحيت للاسف لبست ونزلت بسرعه، كنت تعبانه جدا، فنزلت بسرعه على المستشفى، والحمد لله متوفقتش كالعاده. ورجعت، اول ما رجعت بقى عملت الروتين، حطيت له الهدوم والشنطه وكل حاجه لسه موجوده، فما لحقتش ان انا انضف ولا اعمل اي حاجه، حتى ما فطرتش، نزلت على طول. جيت بقى من بره حضرت فطار وفطرت. يا جماعه انا بفطر الساعه 8 بالليل، لان انا يومي متشقلب، يعني زي ما انا قلت لكم لسه لي هدخل انام على الساعه 8 9 ممكن لحد 10، واوقات كتير قوي بصلي الظهر وانام. فطبيعي هصحى المغرب، هصحى العشاء كمان يعني امبارح اصلا صحي الساعه 9 بالليل، بس نايمه امتى؟ نايمه الساعه 2 بعد الظهر قرب العصر، فبيبقى غصب عني. يومي بعد ما يومي اتظبط رجع يومي اتشقلب تاني، فخلاص بقى نسيبها لله بقى. هنا برضو رشيت المعطر على كل حاجه في الاوضه، وانا كنت مشغله الشاشه بقى على اغاني رمضان كريم فتح يا علي ف شغلتها وكله تمام. شغلت الغسالة هنا بقى، هنا كنت بملى الغسالة عشان اعمل دور، هغسل دور ابيض. كنت لما بقى طبعا مفرش السرير اللي انتوا شفتوه والحاجات دي، وكان عندي شويه حاجات بيضه من هدوم صالح وكده، فقلت خلاص نغسل يلا غسله بيضه بالمره ونفضي السبت. هو في طقم واحد بس الوان وعباية السمرة بتاعتي وغسلة بيضة، فخلاص الغسلة البيضة هي اللي اكتر، يعني لحد ما نجمع بقى غسلة تانية الوان وغسلة تانية اسود. فهنا حطيت ملت الغسالة وحطيت كلور وحطيت المسحوق البودرة، وهنا حطيت برسل جل وكونفورت. بملى كده الغطا نص ونص وبحطه على وش الغسيل، وخلاص شغلت الغسالة. طبعا كنت خلاص بقى نضفت انا الحمام مع نفسي وكده، الشقة بره زي الفل. ندخل بقى نحضر سحور. يا جماعة احنا بنتسحر، او مش احنا بصراحة، يعني هو صالح لازم رز وفراخ على السحور، لان وجبة الفطار بتبقى خفيفة جدا، فاغلب السعوديين هنا كده، فخلاص ليه لا اعمله اللي هو عايزه، يعني عادي سهلة وبسيطة. هنا عملت، قلت له طب تمام اعمل لك كبسة، قال لي لا مش عايزه اكل كبسة. طب عايز لحمة ولا فراخ؟ قال لي عايز فراخ. فخلاص غالي والطلب رخيص، احنا عنينا ليك يا سي الاستاذ صالح هنا بقى عملت مندي كده سهل وسريع، وانا بصراحة بعمله كده ني في ني، يعني مش بحطه على النار، بحطه على طول في الفرن. في ناس بقى بتشوح التوابل وتشوح الرز وبعد كده تشوح الفراخ وحاجات كتير كده، فاللي هو لا يلا سهل وسريع، وانا اصلا ما كنتش طايقه نفسي، يعني زي ما قلت لكم كنت تعبانه، فالحمد لله اليوم عدى على خير. فقلت خلاص وهي في الفرن طلع لفه السمبوسه ونحشي شويه سمبوسه لبكره نعيشنا ونكلنا عمر. زي ما انا قلت لكم لسه هبدا انام فهصحى متاخر، والفطار اصلا بيبقى تمر وقشطه وسمبوسه وشوربه بس كده، فخلاص هتبقى سهله، احطها في الفرن او احطها في الزيت وخلاص على كده. هنا بقى بعلمكم لفه السمبوسه، طبعا انتوا كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا احلى حاجه في الدنيا.
انا بجيب الطرف الشمال على الطرف اليمين، وبعد كده بعمل مثلث، وبعد كده بحط الحشوة، وبعد كده بلف بقى. انا بطقت لكم الحته دي عشان تشوفوها بقى يعني تشوفوها بالظبط. ايوه شاطره يا بنت اهو. ايوه بالظبط كده. هعمل لكم واحده تانية عشان صوتي رن عشان انا داخله الاوضه. بس بقول لكم ادق التفاصيل حبايب قلبي بقى. هنا هعمل لكم بقى واحده تانية، بس السمبوسه كانت معصلجه لسه مخرجاها من بس كنت لسه مخرجاها من الفريزر. ايوه بجيب الطرف الشمال على الطرف اليمين، وبعمله كده قرطاس، وبحط الحشوة من جوه، وابدأ الف بقى واحدة شمال وعكسها يمين، واحدة شمال وعكسها يمين، والطرف الاخير بدخله في اخر تانية انا تانيتها. بس كده سهلة وبسيطة وسريعة، وانا مش بعلمكم، انا بس بوريكم انا بعمل. انتوا كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا احلى حاجة في الدنيا. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. هنا بقى استغليت صالح يفكلي الورق، وانا حشيت شويه وسبت شويه عشان انا بحبها قوي بقطع الفراخ صغنونه، فراخ معصجه كده. فانا لسه عندي لفه سمبوسه كمان، فقلت خلاص هسيب الشويه دول ونقسمها بقى لحمه مفرومه وفراخ، يعني لحمه معصجه وفراخ معصجه، اعمل شويه وشويه. وهنا عندي البوكس ده يبقى بالجبن بس، طبعا دي هتكفيني كتير جدا. انا هنا نسيت احط الكيس، لان طبعا معروف ان السمبوسه بتنشف جدا. وحتى لو العلبة البوكس ده ليه غطا بس مفتوح من الجوانب، حتى لو تشوفوا المسكات الذهبي مفتوحة، فقلت خلاص جبت كيس وحطيتهم فيها، وهرجع اغطيه كمان بالغطا عشان ما تنشفش في التلاجة. لان انا البوكس ده هحطه في التلاجة، لان الكمية مش كبيرة قوي، بس هي ممكن تكفيني اسبوع. كل يوم اخد صف مثلا، لان دي الاساسية على الفطار، يعني احنا هنفطر دي وشوربة وتمر بس. هنا بقى خلاص دخلت المطبخ، طبعا اتعشينا اتسحرنا وكل حاجه زي تمام، ولميت كل حاجه، وغسلت البوتاجاز كمان، وغسلت الرخامات، وبعطر اي زرع عندي، يعني اي زرع عندي في الشقه بحط له كده معطر، بيبقى ريحته حلوه، كل ما تخش المطبخ الريحه بتبقى حلوه. هنا بقى المطبخ زي الفل. وهنا الكارثه كلها المواعين ما كانتش كتير بصراحه، بس انا كنت خلاص فرهطت بقى ما عدتش قادره، فقلت خلاص يلا اعملهم بالمره وانا واقفه، عشان لو قعدت هكسل ومفيش وقت للكسل بصراحه. فخلاص انا طلعت الصابون اللي انا عاملاه، وحطيت كمان شويه بريل وميه سخنه، وهنا ببوش بس المواعين اهو. بقولكم المواعين ما كانتش كتير، بصوا في ثانيه، بس هي طبعا خدت وقت، يعني خدت لا يجي ربع ساعه على المواعين دي. فخلاص هنا غسلت كل المواعين، وهنا شطفت كل المواعين، وغسلت الحوض كمان. هبدأ بقى اشطف كل حاجة عندي، اشطف الحوض، وفي نفس الوقت خلصت الحوض وعلقت على هتشوفوا دلوقتي الاساسيات في رمضان. اهم حاجة عندي في رمضان كوباية الشاي مع السحور، بعد السحور، لان مش بشرب واكل مع بعض. بعد السحور كوباية شاي، كنت طول الوقت بشربها انا وماما، لان عندنا في البيت مفيش غير ماما هي اللي بتشرب شاي على السحور. فانا وماما نروح نعمل بقى كده كوبايتين شاي بعد السحور، يا سلام. طبعا ده تاني رمضان ما قضوش مع اهلي، واول رمضان في بيتي، ورمضان اللي فات كان عند حماتي، فيا رب يجمعني بيهم قريب، اللهم امين يا رب. يا رب انا وامي نشرب كوبايه الشاي دي السنه الجايه في الحرم يا رب. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم الايام بخير، واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.